فقرة الازايز الفاضية في المانيا، عارفاكم بتحبوا الفقرة دي. نفس الكيس بتاعي اللي المغرضين اتريقوا عليه المرة اللي فاتت وقالوا عليه ابدا ده ما يشيلش 71 ازازة، ده يشيل ازازتين. فانا المرة دي هوريكم ممكن يشيل قد ايه، وهو برضو مش مليان للاخر. تعالوا نشوف هيبقى فيه كام ازازة. اول حاجه بنروح على اي سوبر ماركت بتعرفوا ترجعوا فيه الحاجات دي، وبتلاقوا الماكينات دي قدامكم. اوكي، بنيجي عند الماكينات دي وبنرجعها، لازم يبقى فيها العلامة دي عشان ايه تاخدها. يلا بسم الله نبدأ نشوف هتبقى كام ازازة. بدأنا دلع. اول ما بدأنا مش عايزاها ليه، خدتها خلاص. في الفيديو ده حاولت ما اقصش اي حاجه تقريبا اثباتا لنزاهه الكيس بتاعي كله الا الكيس بتاعي يا جماعه. فانا حاولت اني انا اخليه سريع بس عشان خاطر الوقت بتاعكم، لكن مش هنقص حاجه. هتشوفوا الازايز كلها وهي بترجع وهتجيب قد ايه تمن في الاخر. وعايزه احكي لكم على قصه. هو عشان خاطر ناس كتير بتقول اصل انت دافعه ثمن الحاجات دي، اصل انت دافعه ثمن الحاجات دي. هو انا عشان خاطر انا دافعه ثمنها بس، لكن ده ما يمنعش انها مبدئيا مفيده للبيئه. رقم 2 والاهم ان مش كل الناس اللي بترجع بتبقى دافعه ثمنها. ده انا مثلا شربت في ازازه فببقى سايباها في الشارع، بيجي ناس تانية بتشيلها وبتلمها وبتروح ترجعها، واخر اليوم بيعملوا مبالغ كويسه على فكره. على سبيل المثال ولد من جنسيه عربيه كان جاي ودافع كتير جدا، وهو جاي انتوا عارفين بيدفعوا فلوس كتير قوي عشان خاطر يوصلوا لحد هنا، وبعد ما جه للاسف رافضين ان هو يشتغل. طبعا هنا الدوله بترفض ان هو يشتغل قبل ما يتعلم وقبل ما يدرس وقبل الحاجات دي، فكان مش مسموح ليه بالشغل، بس في نفس الوقت لازم يساعد اهله في بلده، ولازم يسدد الفلوس اللي عليه لانه كان سالفها لحد ما عرف يوصل لحد هنا. فكان بيشتغل في الحاجات دي وبيروح يلم الازايز زي كده من القطارات ومن جنب البسكوتات والجو ده. اخر اليوم بيعمل من 20 ل 40 يورو، في اخر الشهر بيعمل معاه مبلغ كويس يقدر يساعد بيه اهله. باقي واحدة، باقي دي الهانم مرضتش تاخدها. تمام، بتدل عليه معرفش. فتعالوا نحاول تاني، يمكن عشان جواها لبان. نعمل كده، فضيناها. تعالوا نشوف تاني كده. لا ليه يا حلوة؟ ابدا، حالفة يمين ما تاخدها. استنى، ابدا حلفة يمين ما هتاخدها. فتعالوا نشوف خدت كام ازازة. 90 ازازة. 27 كان صغيرة، كان زاد 27 يعني على 90 قد ايه؟ 117 تقريبا. سعرهم حوالي 30 يورو. ده البن اللي طلع. قررت المره دي اروح ارجع البون ده بفلوس مش بمنتجات زي كل مره. اولا عشان خاطر في ناس سالتني هل اقدر اخد فلوس ولا لا. ثانيا عشان خاطر وقت الفيديو هيبقى طويل قوي، فمش عايزه اطول عليكم. اهو طلع لي بتاع 30 يورو من الازايز بس من الازايز بس بتاع 30 يورو. حاجه زي كده بتساعد ناس كتير، الناس الهومليس، الناس اللي مش عندها فرصه انها تشتغل، الناس عايزه، حد عايز يتعشى، حد مش عنده فرصه ان هو يشتغل حاليا فعايز يتعشى، فهيروح يجمع له كام ازازه. وبالمناسبه الازايز هنا الناس مش بترميها في الزباله، فاللي هيجي هيقعد يفتش في الزباله والجو ده لا. الازايز هنا الناس بتحطها هنا كده جنب الباسكت من بره بحيث اللي معدي ياخدها. فاي حد هيلف كده على كام باسكت هيجمع له كام ازازه يدخل يجيب لهم بيها ساندوتش او اي حاجه يتعشى بيها. حاجه كده زي الفل قوي يعني.